بيكون حزين جدا انه ساب بلده، وامه كمان بتكون حزينه ان هي سابت الهند، فبينزل يقعد في وسط الحيوانات لانه مخنوق. وبعدها بيطلع علشان ينام، فبيسمع صوت وبيفتح باب السفينه وبيتفاجئ بعاصفه قويه وامطار شديده والامواج بتخبط في السفينه. فبيفرح باي بالجو ده وبيكون سعيد جدا، وللأسف فرحته ما بتكملش لأن الأمواج بتحاول تغرق السفينة والصفارة الإنذار بتشتغل، وباي بيكون مش مصدق اللي بيحصل وبيروح بسرعة يدور على أهله، لكن السفينة بتكون بتغرق وبيوصل لعمال السفينة بيكون الوضع خطير جدا. وأول ما بيشوفوا باي بيركبوه قارب الإنقاذ بسرعة، وفجأة بينط حمار وحش من السفينة على المركب فبتقع بيه قبل ما يركب فيها أي حد، وبيمسك باي فيها بكل قوته لأن العاصفة قوية جدا، وبنشوف السفينة والبحر بيبلعها وبتغرق. وبيكون باي الوحيد اللي نجا من السفينة وانكتب له عمر جديد. وبيشوف باي من بعيد حيوان عايم على وش المية، فبيرميله العوامة بالحبل بتاعها علشان ينقذه، وبيسحب الحبل علشان يقربه من السفينة وينقذه، لكن بيتفاجئ انه النمر فبيخاف منه وبيبعد عنه.